السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا ليك يا دكتور وجدي غنيم على كل اللي قلته في حق النصارى المسيحيين الأنجاس وفي حق النجس شنودة. أما الآن وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الأطهار. كما عودناكم في كل مرة إن احنا إن شاء الله وبإذن الله وبإذن واحد أحد هيبدأ القتال الشرس ضد القوات المسلحة المصرية، القتال العنيف الذي لم تشهده القوات المسلحة المصرية من جماعة Union of Islamic Armies، الاتحاد الإسلامي المقاتل. في كل حتة وفي كل مكان وفي كل وقت الموت هيبقى رفيق ليكم. انتظرونا الآن، هنحرر أرض الفسطاط، أرض الخلافة الإسلامية. أبدا أبدا مش هيقربكم من الله، وده ما اسموش دفاع عن الوطن، اسمه خسة واسمه ندالة. وناشد كل الضباط واللواءات وعمداء القوات المسلحة بدءا من الجنود والعساكر المظلومين والضباط المظلومين ولواءات أركان الحرب، إن المعارك هتبدأ ولن تنعموا أبدا، ولن ينعم هذا المجتمع الكافر من الهدوء والنعيم. هنستهدف أي حاجة فيها جيش أو مدرعات في أي وقت وفي أي حين. سنقاتلكم حتى آخر قطرة، كما سنقاتل اليهود الإسرائيليين. سنقاتل كل من يقف في وجه الإسلام والمسلمين. وأشكر كل علمائنا المخلصين من الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ سيد سابق رحمهم الله، الذين ماتوا في عهد الطاغية الماركسي الشيوعي جمال عبد الناصر. رحم الله شهداء المسلمين الموحدين، ورحم الله الشيخ أسامة بن لادن، الغازي أيمن حسام، صلاح الدين الغازي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.